المحمل المصري واحتفالات خروج المحمل، وهقولها على أجزاء عشان الفيديو صغنن. بيبدأ من شهر شوال لما بيرشحوا اسم أمير الحج، واسمه بيروح للجمعية الشرعية. لكن يوم الاحتفال بتبدأ من وزارة المالية لما بيروحوا يحملوا صناديق السرة المصرية اللي هيصرفوا بيها على رحلة المحمل. طيب، وبعدين الكسوة نفسها بيجيبوها من دار الخرنفش أو دار الكسوة، كسوة الكعبة. احنا كده رحنا باب الشعرية ورحنا الجمالية. هنتوجه دلوقتي القلعة لمصطبة الخديوي اللي احنا شايفينها دلوقتي قدامنا، وبعد كده هنبدأ مراسم الاحتفال. طيب، مراسم الاحتفال الشعبية أو مراسم الاحتفال الرسمية أو مراسم الاحتفالات الدينية، الموضوع كبير، فإحنا هنكتفي بهذا الجزء، إن إحنا جبنا الصورة المصرية وجبنا الكسوة بتاعة الكعبة وكسوة مقام سيدنا إبراهيم ومقام الرسول عليه الصلاة والسلام، المنبر القبر بتاع الرسول. وكانوا بيغطوا كمان باب البراق، وفي باب تاني كمان كان مغطى. كل ده كان بيحمل فيه صناديق ويتجه إلى الأراضي الحجازية. الاحتفالات العسكرية والاحتفالات الدينية والاحتفالات الشعبية هنعملها في جزء تاني. كده خلص الكلام. سلام.